السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة هنعمل بقسماط الافران. هنعمله في البيت بمكونات بسيطة جدا وموجودة في اي بيت. اللهم بارك. البقسماط خفيف جدا وكمان مش معضم. هقولك بقى على مكوناته المظبوطة، بس يا ريت تتابعيني للاخر، ويا ريت لا اول مرة تشوفي قناتي يا ريت تدعميني باللايك واشتراك للقناة علشان يوصلك مني كل جديد. في الاول كده هنسمي الله ونصلي على الرسول عليه افضل الصلاة والسلام. هقولك بقى على مقدار الكيلو، تقدري بقى تطبقي مقدار الكيلو على اي مقدار انت حباه. انا في الاول كده نزلت ب 400 جرام ميه دافيه، ونزلت عليهم ب 90 جرام سكر و100 جرام زيت، ونزلت كمان ب 10 جرام خميره فوريه، يعني معلقه خميره كبيره. هنرجع نقلب بالمضرب لحد ما السكر يدوب، وكمان نتاكد ان الخميره نشطه. هتعمل معانا فقاعات وكمان ريحتها هتظهر معانا. اول ما السكر يدوب هننزل على طول بالدقيق. الدقيق اللي معايا دقيق زيرو، نخلته كويس في الاول. اي دقيق كده لازم ندخله في الاول. ومع الدقيق كده هضيف بقى ربع معلقه ملح. في اي معجنات ما ننساش الملح علشان بيظبط معانا المعجنات. اهم حاجه بقى ان احنا نظبط العجينه. يعني انا في اول العجين ما نزلتش الا ب 400 جرام ميه، واللي لقيت بقى فيه دقيق هنزل بالميه واحده واحده. انا جبت كده 200 جرام ميه دافيه، ونزلت بقى لقيت فيه دقيق، نزلت واحده واحده كده علشان ما نعجنش العجينه طريه هتغلبنا في العجين. وكمان لو طريه قوي هتضيفي لها دقيق المكونات هتبوظ معاكي، والبقسماط هيبقى ناشف ومعضم. علشان بقى المكونات ما تبص معانا نعجن العجينه يابسه، نحتاجت معانا ميه. ننزل واحده واحده لحد ما نظبط العجينه. عجينه البقسماط بتبقى عجينه كده في الوسط، ما تبقاش طريه قوي ولا يابسه جامد، علشان بس تبقى معانا دايب ما يكونش مسمر ومعضم. نعجن العجينه مظبوط. اهم حاجه خطوه العجين. هي اخدت معايا ميه بالظبط 450 جرام، بس على حسب نوع الدقيق اللي انت بتعجنيه. لو ليه عرق قوي هياخد معاكي اكتر من كده. اهم حاجه تظبطي العجينه وتنزلي بالميه واحده واحده. لو لقيتيها يابسه بليتك ميه ولت العجينه. كل بقى ما العجينه هتتلت كل ما البقسماط هيطلع معاكي دايب وما يبقاش معضم خالص. وقفت كده ميه وعجنت بقى العجينه لحد ما خدمتها كده ونعمت تحت ايدي. واللهم بارك. ضغطت عليها كده طريه بس ما فيهاش تلزيق. لو العجينه طريه هتغلبك وانت بتفتليه، وكمان لو يابسه هتغلبك. كل ما هتفتليه كده هيلم معاكي. حاولي بقى ان انت تظبطي العجينه وتخليها معاكي في الوسط. اللهم بارك. العجينه ناعمه وكمان طريه بس ما فيهاش اي تلزيق. انا هحط بقى العجينه كده في الصينيه وهغطيها بكيس علشان ما تعملش معايا طبقه ناشفه. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد. خطواته سهلة جدا وبسيطة وأي حد يقدر يعمله. ولو لسه أول مرة تعمليه هتمشي على نفس الخطوات هيطلع معاكي مظبوط. أنا كده جهزت السمسم وضفت على السمسم مية وقلبته. كده السمسم جاهز معايا، مية بس مفيش سكر ولا حاجة. بعد كده بقى هاخد قطعة من العجينة، أنا مش هسيبها تخمر، أنا هشتغل فيها على طول. اول كده بقى هتعرفنا ان العجينه مظبوطه ولا لا. لو العجينه بتتلزق معاكي وانت بتفتليها يبقى كده العجينه طريه وهتغلبك، وكمان هيفرش معاكي بعد السوا. خلي العجينه في الوسط علشان ما يفرش معاكي في الصاج. لو لقيتيها بقى بتتلزق على الصينيه او على الرخامه بشويه دقيق، يعني معلقتين دقيق، ويبسي العجينه شويه. معلقتين دقيق مش هيبوظوا معاكي المكونات ولا حاجه، بس علشان تعرفي تشتغلي وما تتلزقش معاكي تاني. لو خدت بقى معاكي اكتر من كده دقيق لا المكونات هقولك هتبوظ خالص والبقسماط هيكون معضم. حاولي بقى تظبطي العجينه من الاول. العجينه ما شاء الله ما بتتلزقش معايا، وكمان بفتلها ما بتلمش علشان العجينه مخدومه ومظبوطه من الاول. يعني العجينه في الوسط مش طريه قوي ولا يابسه قوي. بنفتل بقى، ولو لقينا كده واحنا بنفتل تحت ايدينا كده فقاعات نضغط عليها شويه ونرجع نفتل تاني، ونقطع كده ونشيله بقى ونحطه على السمسم، ونحطه بقى على الصاج، ونوسع بعيد عن بعضه شويه علشان لسه هيخمر. اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد. يا ريت لو لسه بتشوفيني يا ريت تدعميني بلايك جميل منك. البقسماط بيسوي نفسه، يعني الصاج ما يكونش ممسوح اي ماده دهنيه، ونوسع بعيد عن بعض علشان لسه هيخمر. بجد هي اهم حاجه هي خطوه العجين. العجينه الطريه هتلاقيها خمرت معاكي على طول، وكمان ملت معاكي فقاعات، وساعة ما تيجي تسويها هتفرش معاكي في الصاج وهيبقى شكله مش حلو في الاخر. اظبطي بقى العجينه وما تخليهاش بتلزق معاكي وانت بتفتلي. يعني من اول قطعه تقطعيها لو لقيتيها بتلزق قومي ظبطي العجينه. لو لقيتي بقى مفيش تلزيق هتشتغلي على طول. لو عامله كميه والعجينه اختمرت معاكي
هقولك بقى هبطي الخمر وارجعي اقطعي منها واشتغلي، ما تخليش عجينة البقسماط تخمر معاكي خالص علشان ما تبقاش فيها فراغات من جوه وتتملي معاكي فقاعات. وسعي بعيد عن بعضه علشان لسه هيخمر وهيزيد حجمه. وانتي بتفتلي خلي بقى السمك معاكي مظبوط، ما تخليش جنب رفيع وجنب تخين، يعني خلي السمك واحد وافتليه كده لحد ما تظبطيه وتقطعي وتشيليه وتحطيه في السمسم وعلى طول كده وتحطيه في الصاج. طريقته سهلة جدا وتشكيله سهل جدا واي حد يقدر يعمله. بعد ما خلصت الكمية غطيتها بالكيس وسبتها لما خمرت. اخدت معايا كده نص ساعة ولقيت اللهم بارك حجمها زاد. قمت بقى شغلت الفرن قبل التسوية ب10 دقايق، واول ما سخن وطيت البلاطة ووطيت الجنوب خالص، ودخلت بقى اول صاج انا بدأت بيه. اول ما دخل اللهم بارك نفخ، وكمان ريحة البقسماط وهي بتستوي تحفة. لو هتسويه على فرن البوتاجاز امشي على نفس الخطوات. شغلي الفرن يسخن قبليها ب10 دقايق ووطيه خالص زي الشمعة، وبعد كده دخلي الصاج واديليه بقى كل شوية لحد ما يديكي لون موحد. اللهم بارك البقسماط بيدي لون تحفة اول ما بيستوي، يعني من غير اي حاجة. اهم حاجة ان انت تنتبهي للسوا، يعني ما تسيبوش، هتديريه كل شوية لحد بس ما يديك اللون الموحد ويديك التحميصة وريحة السمسم وهو بيستوي. بجد ريحة السمسم مع البقسماط طالعة تحفة. لو سويتيه بقى على نار عالية هيتحرق معاكي وهيبقى من جوه لسه طري ما استواش خالص. هو بيستوي على نار هادية زي ما انتوا شايفينها زي الشمعة، علشان بس يبقى مقرمش وما يكونش معضم. لو دخلتيه بقى على درجة حرارة جامد هيستوي يديك اللون اللي انت عايزاه، بس من جوه هيبقى طري. هتيجي بقى تطلعيه هيشم معاكي الهوا، هينشف معاكي بس هتلاقيه بقى معضم بعد كده. اهم حاجة التحميصة واهم حاجة السوا، وعشان كده انا بجيب التسوية على طول علشان بس تسويه على نار هادية ويستوي معاكي ويديكي تحميصة وكمان يبقى دايب معاكي ومش معضم. اللهم بارك. انا طلعت اول صاج، هكمل بقى التسوية بنفس الطريقة على النار هادية خالص وبدير الصاج كل شوية لحد ما يدي التحميصة او القرمشة بتاع البقسماط. سواه من تحت حلوة جدا ومن فوق عطى لون جميل جدا، كمان ريحة البقسماط وهي محمصة بجد تحفة. اهم حاجة بقى التسوية المظبوطة وما تطريش العجينة علشان ما يفرش معاكي في الصاج ويبقى طري من جوه. شايفين مقرمش واللهم بارك دايب. انا عايزاكي بجد تجربيه بس تمشي على الخطوات مظبوط علشان يطلع معاكي خفيف وما يكونش معضم وكمان يبقى دايب معاكي. اللهم بارك بجد تحفة. الكيلو بقى بيعمل كمية اللهم بارك. شايفين الكيلو يا جماعة عمل معايا كمية تحفة، واحلى من كده كمان ان هو مفيهوش اي فراغات علشان العجينة كانت مظبوطة. اهم حاجة تظبطي العجينة والسوا. اتمنى بقى ان يكون شرحي بسيط، واتمنى ان انت تعملي بلايك واشتراك للقناة، واستنيني في فيديو جديد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.